اهلا بيكم. في البداية انا حابب اقول لكم انه قراءة التارو هي قدرة تحليلية كده اشبه بعلم الفراسة يعني. فاذا طلع كلامي صح واصبت فهو بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، مش بسبب قدرات شخصية خارقة ولا قدرتي على معرفة الغيب ولا نورانية او اي حاجة من الكلام ده. اوكي، thank you so much. برج الجوزاء. هلو. القراءة دي هنركز على الشخص اللي بتفكروا فيه. شوف هو احساسه ناحيتكوا ايه وشايفكوا ازاي. ايه نوايا الفترة اللي جاية بخصوص المواقف اللي بينكوا. دي هتكون قراءة عامة، مش شرط انها تنطبق على الناس كلها، بس اذا حابين قراءة خاصة الايميل بتاعي في description box. الطاقة بتاعت القراءة دي بالنسبة للناس ممكن تكون already حصلت، بالنسبة لناس تانية ممكن تكون بتحصل او لسه هتحصل. خلينا نشوف التارو هيقول لنا ايه بخصوص المواقف اللي بينكوا وبين الشريك. Please tell me what's coming forward towards Gemini regarding the situation with the person on their minds. Tell me about this person's thoughts, feelings, actions, also intentions towards Gemini in regards to whatever is going on between them during this period of time and onward, please. Answer the questions I'm going to ask and grant me the guidance, the wisdom to clarify the answers. Give me the cards I need to see. Last shuffle. Please tell me about the energy of the person on Gemini's minds. Tell me about this person's vaccines, thoughts, feelings, actions, intentions towards Gemini during this period of time and onward, please. هو عنده زي ما يكون كده مزيج او ميكس من عدم الوضوح وعدم التفاؤل، فده بيخليه متردد شوية في تصرفاته ما بين آه التجاهل او الابتعاد، وما بين انه الامور بينكو تتغير للأحسن. بمعنى اخر، هو اللي انا حاسه ان هو زي ما يكون في شيء من يعني عدم التفاؤل اللي عنده، وفي نفس الوقت هو الامور بالنسبه له لسه مش واضحه قوي، فقراراته نفسها متاثره بالاحساس ده. ف في شيء من التردد، مفيش شك في تصرفاته الشخص ده، على مستوى القرارات وعلى مستوى التفكير في نفس الوقت. مش بس في القرارات، لا ده اصل هو عشان ياخد قرار لازم يكون اوريدي عنده فكرة معينة هو بياخد القرار بناء عليها، بس اللي انا حاسه ان هو لسه ما عندوش الفكرة دي لانه مفيش وضوح. ف احساس كده شبه معلق، عارفين، في تعليق للمواقف طبقا للاحداث اللي هتحصل ما بينكم الفترة اللي جاية. يمكن الشخص ده الانرجي بتاعته بتقول ان الاحداث اللي هتحصل ما بينكم ممكن تكون هي توضح له شوية هو هيتصرف ازاي في خلال الفترة المقبلة. مم. انما في الوقت الحالي انا عندي احساس انه عدم التفاؤل اللي هو فيه لسه مستمر، فبالتالي ده بيخليه مستمر على سياسة التجاهل. انما ده ما يمنعش انه مستقبلا ممكن الوضع يتغير. مم. طيب خليني نشوف هو احساسه ايه تجاهكم. Universe, tell me about this person's feelings towards Gemini please during this period of time and onward, in regards to whatever is going on between them. Last shuffle. Tell me about this person's feelings towards Gemini, please.
زمن الفرص الضائعة. هو مفيش شك انه حاسس انه الفرص اللي ضاعت ما بينكم الفترة اللي فاتت دي بسبب حروب الكبرياء اللي كانت موجودة ما بينكم إلى حد ما. وفي الوقت الحالي هو حاسس ان هو في انتظار التغيير، في انتظار ان الوضع يتحسن. انما مفيش شك ان هو عنده احساس انه في فرص كتير ضاعت بينكم، بس he's hoping او wishful انه يحصل تغيير. يعني بيتمنى انه يحصل تغيير، مستني الوقت اللي ممكن يحصل فيه التغيير بعد الفترة الكئيبة اللي انتوا قضيتوها مع بعض في الماضي. في الفترة اللي فاتت دي كانت فترة صعبة عليكم انتوا الاتنين او على الشخص ده بالتحديد. انما هو لسه عنده امل ان الوضع بينكم ممكن يحصل فيه تغير، وده كان ظاهر حتى كمان في الاوفرول انرجي بتاعته. انما لغاية لما ده يحصل هو هيفضل قاعد في الضلمة كده، هيفضل زي ما يكون مش مستقر، مش مقتنع قوي انه ممكن حاجة هتتغير غير لما يشوفها قدامه. هو عايز يشوف الوضع بيتغير فعليا، مش عايز يفضل يخمن. مم. مشكلة الشخص ده ان هو بيخمن في الوقت الحالي، والتخمين ما بيبقاش كافي عشان يقدر ياخد عليه بناء عليه قرارات. بس كل الانرجي بتاعته بتقول ان هو نفسه الوضع اللي بينكم ده يتحسن ويتغير. خليني اشوف هو شايفكوا ازاي. Universe, tell me how is this person viewing Gemini during this period of time and onward, please. Last shuffle. How is this person viewing Gemini during this period of time and onward in regards to whatever is going on between them? شخص ده شايف ان انتوا من خلال كلامكم وتصرفاتكم بيحس ان انتوا زي ما تكونوا ما عندكوش مشاعر ناحيته، او ان انتوا مش مهتمين بالفرص، بالبعد اللي حصل ما بينكم وما بينه. نعرفش هل دي الصورة اللي انتوا بتحاولوا تنقلوها له، ولا الصورة دي هو يعني بيستوحيها من خياله. بس هو شايف ان انتوا زي ما تكونوا بتتعاملوا كأن الموضوع مش فارق معاكوا خالص. مفيش مشاعر، اوكي، ابتعدنا عن بعض، اوكي، طول ما انا كويس، طول ما انا مبسوط، طول ما انا حياتي ماشية، انا مش فارق معايا حاجة. فهو عنده احساس ان انتوا ما بقيتش فارق معاكوا قوي مشاعره. طب خليني اشوف انتوا احساسكم حقيقة ايه تجاه الشخص ده، احساسكم الحقيقي تجاهه. Universe, tell me about Gemini's feelings towards this person, please, regarding the situation between them during this period of time and onward. Tell me about Gemini's true feelings towards this person. Last shuffle. يمكن كرامتكم بتحتم عليكم ان انتوا تتعاملوا مع الشخص ده بشيء من الحرص شوية، او كبريائكم بيحتم عليكم ان انتوا تتعاملوا مع الموقف ده بسياسة handle with care، او تتعاملوا معاهم بحرص. يعني اللي هو زي ما تكونوا مش عايزين تلتزموا قوي او تبينوا مشاعركم من دافع الكبرياء. في احساس ان انتوا كبريائكم بيخليكوا حريصين قوي في التعامل مع الشخص ده، جايز لان انتوا حاسين ان هو الطريقة اللي هو نفسه بيتعامل معاكوا بيها فيها شيء من عدم الوضوح في تصرفاته. فيمكن عدم الوضوح اللي عنده ده بيخليكوا انتوا سكيبتيكال كده، او حريصين شوية في التعامل معاه، زي ما تكونوا مش عايزين تبينوا اللي جواكوا قوي، وفي نفس الوقت مش عايزين تندفعوا قوي في مشاعركوا تجاهه، او تبينوا ان انتوا passionate ناحيته.
لان هو مفيش شك ان هو عدم الوضوح اللي هو فيه ده مأثر على تصرفاته هو على المستوى الشخصي. آم، مم. انما اللي انا حاسه ان الشخص ده بغض النظر عن انه جايز يكون حاسس انه الفرصة بينكوا ضاعت، بس انا عندي احساس ان هو لا، لسه بيفكر فيكوا، ولسه حاطط امل ان الموقف اللي بينكوا ممكن يعني يحصل فيه تعديل او تغيير، انما زي ما يكون المسألة بالنسبة له مسألة وقت شوية. آم، يمكن هو مش حاسس في الوقت الحالي قوي من تصرفاتكم ان انتوا بتبينوا مشاعر كفاية. آم، ممكن يكون الشخص ده شايف من كلامكو انه حصل تغير في طبيعة تصرفاتكو تجاه العلاقة في وقت من الاوقات. يمكن كنتوا بتتكلموا في البداية على اساس ان انتوا في علاقة مع الشخص ده، وبعدين يمكن حس من تصرفاتكو ان انتوا بتسنجلوا نفسكو، او بتستقلوا، بتتصرفوا على اساس من الاستقلالية شوية. فحس انه ده معناه انه الفرص بينكم بتقل، لانه يمكن يكون حس من كلامكم او من تصرفاتكم ان انتوا بتبتعدوا شوية، تستقلوا شوية برأيكم وبتصرفاتكم. ويمكن ده ناتج للطريقة اللي انا قلت لكم اللي انتوا بتتعاملوا بيها معاه، ان انتوا حاسين يمكن كان في وقت من الاوقات يمكن كبريائكم كان بيحتم عليكم ان انتوا ما تلتزموش قوي، او ان انتوا ما تتكلموش معاه كتير، او تعبروا عن اللي جواكم، او تتصرفوا معاه بحرص، ما تنقلوش مشاعركم بشكل واضح للشخص ده. فعلى الاساس ده هو ابتدى يشوف التغير اللي حصل في الطريقة اللي انتوا بتتعاملوا بيها معاه، فابتدى يحس ان الفرص بينكم ابتدت تقل. انما اللي انا شايفه كمان ان انتوا عندكم حق ان انتوا تتصرفوا بالشكل ده، لان هو نفسه على المستوى الشخصي متردد، هو نفسه زي ما يكون مش عارف هو عايز ايه، وعايز العلاقة دي ولا عايز يتجاهلها. في شيء من عدم الوضوح في تصرفاته، ويمكن عدم الوضوح اللي عنده ده هو اللي خلاكم تتصرفوا بالشكل ده، اللي هو خدتوا الامبريشن ان انتوا ما بقاش عندكم ثقة كافية. ايه ده، هو انا فعلا التزم مع الشخص ده واعبر له عن مشاعري بوضوح، ولا انا كده هبقى بجازف يعني. فانا عندي احساس ان انتوا لقيتوا نفسكم بتجازفوا في وقت من الاوقات، ان انتوا فعليا تعبروا عن اللي جواكوا، وانتوا اساسا شايفين ان الشخص ده متردد، هو نفسه مش عارف هو عايز ايه. مم. خليني اشوف طيب هو هيتصرف ازاي تجاهكم الفترة اللي جاية. Universe, please tell me what will be this person's most expected actions in the near future towards Gemini. Tell me about this person's intentions towards Gemini in the near future. Last shuffle. انا شايف ان انتوا عندكم حق تتصرفوا بالشكل ده، لان هو نفسه مش واضح. انا شايف ان انتوا ممكن تكونوا هتتكلموا مع الشخص ده الفترة اللي جاية، انما مفيش تغيير جذري بيحصل في العلاقة بينكم. يعني ممكن تتقابلوا، ممكن تتكلموا، بس في احساس ان المشاعر ما بتتغيرش. عندي احساس ان ابتدى يبقى في عدم ثقة متبادل ما بينكم وما بين الشخص ده في العلاقة، ممكن يكون وصل الامور ما بينكم على الاقل في المرحلة دي للحالة العدم الثقة دي. انا مش شايف ان هو بيحاول يغير مشاعره، مش شايف ان هو بيحاول يبادر ناحيتكم حتى او يغير الموقف، بس اللي انا شايفه انه ممكن يحصل بينكم كلام. انما حتى لو حصل بينكم كلام، انا مش شايف ان في تغيير جذري بيحصل في العلاقة بينكم، او مش شايف على الاقل ان الشخص ده بيغير قناعاته او بيغير طريقته. لا. مم. برج السرطان، برج الحمل، برج الجدي، عذراء، طور، الميزان، جوزاء، حوت، دلو، أسد،
عقرب، قوس. دي الابراج اللي انا شايفها، ممكن يكون اي برج تاني، بس mainly دي الابراج اللي انا شايفها في الورق ده. خليني اشوف الرسائل المهمة اللي هتجيلكم من الناس اللي حواليكوا في خلال الفترة اللي جاية. الرسائل دي ممكن يكون فيها رسالة او اتنين من الشخص اللي بتفكروا فيه، بس مش شرط. ممكن تكون الرسائل دي من اي حد تاني في حياتكم، حد معجب بيكوا او حد عنده مشاعر تجاهكم. يمكن من خلال الوصف بتاع الموقف ومن خلال الابراج اللي انا هقولها تقدروا تعرفوا الشخص ده ممكن يكون مين في حياتكم. الرسائل دي تنطبق على العلاقات القائمة او المنفصلين او حتى العلاقات الجديدة. Last shuffle. Universe, please tell me, amongst 12 houses of the zodiac signs from Aries to Pisces, what are the most important messages coming forward towards Gemini during this period of time and onward, please? Regarding ongoing relationships, separated from relationships, or even new love and new relationships. الرسالة الأولى جاية لكم من شخص ما عايز يقول لكم فيها أنا عارف إن إحساسي بإن أنا تايه ومش عارف أنا عايز إيه في الوقت الحالي ممكن يخليكوا تبتعدوا عني أو تتصرفوا معايا بشيء من التحفظ. الشخص ده عنده إحساس إن هو مشتت جدا، وهو عارف إن إحساسه ده ممكن يخليكوا تغيروا الطريقة اللي بتتعاملوا بيها معاه. الكلام ده بينطبق قوي على القراءة. الرسالة التانية سوري، برج الجوزاء، برج الثور، برج الحمل. الرسالة التانية جاية لكم من شخص ما في حياتكم عايز يقول لكم فيها انا حاسس ان انتوا مش عارفين تقرروا في الوقت الحالي اذا كنتوا تنهوا العلاقة دي ولا تستمروا فيها. في احساس ان انتوا مش قادرين تاخدوا قرار ان انتوا تستمروا في العلاقة دي. عندي احساس ان انتوا مش عارفين تفكروا كويس في خلال الوقت ده، بس انا عارف ان انتوا مش عايزين تنهوا العلاقة، انما في نفس الوقت زي ما يكون ما عندكوش القدرة دي، فمش عارفين تتصرفوا ازاي. الشخص ده حاسس ان انتوا في الوقت الحالي زي ما تكونوا لسه مش عارفين انتوا هتعملوا ايه. من ناحية انتوا مش عايزين تنهوا العلاقة، بس من ناحية تانية مش قادرين تاخدوا القرار ده. يعني في حاجات ممكن تكون بتلزمكم ان انتوا تعملوا العكس. فاهمين قصدي؟ الرسالة دي من برج الحمل، برج الثور او الميزان، برج الجوزاء. الرسالة التالتة جاية لكم من شخص ما في حياتكم عايز يقول لكم فيها انا حاسس ان انا ابتعادي ممكن يكون افضل، حتى لو انتوا هتتوجعوا شوية، بس انا حاسس ان ده ممكن يكون افضل الحلول في الوقت الحالي، ممكن يحل مشاكل كتير. الشخص ده عنده احساس ان هو اذا ابتعد ده ممكن يكون افضل لاسباب متعلقة بيه، تتعلق بالعلاقة بينكم وبينه، بس هو حاسس ان هو ابتعاده ده ممكن يكون مأثر فيكم، مضايقكم. آم، الرسالة دي من برج الجوزاء، برج الدلو، وبرج الثور. خلينا نشوف الحظ الفترة دي هيجيلكم من انهي بيت او من انهي برج. Universe, please tell me, amongst 12 houses of the zodiac signs from Aries to Pisces, which is the luckiest house for Gemini during this period of time and onward, please? البيت الثامن. اوكي. الشراكات المالية بالنسبة لكم في خلال الفترة دي ممكن تكون حاجة ممكن يكون عندكم حظ فيها، إذا كنتوا داخلين في مشروع جديد أو حاجة زي كده. يمكن خاصة مع وجود ساترن في البيت العاشر أو زحل في البيت العاشر، الحاكم الفعلي بتاع برج الجدي اللي هو البيت الثامن عندكم. فوجود زحل في البيت العاشر ممكن يخلي شراكاتكم المالية، خاصة لو مشروع جديد بتعملوه مع حد، بيزنس جديد، ايا كان طبيعة الشغل اللي انتوا بتحاولوا تعملوه في خلال الفترة دي، ممكن تحققوا منه ارباح مالية كويسة. هتكون شراكات مالية ناجحة. الحظ كمان في البيت الثامن بالنسبة للسيدات دي ممكن تكون فترة وضع، وإذا كان في بعض المشاكل القضائية بالنسبة لكم في الفترة دي ممكن توقعوا ان الأحكام هتكون في صالحكم.
دي فترة هتكون الروحانيات عندكم فيها عالية قوي، خاصة مع السكس ستايل الحلو قوي او الانرجي الكويسة ما بين ساترن وما بين الشمس والقمر في برج الثور اللي هو البيت ال 12 عندكم. فأعتقد في خلال الفترة دي إذا كان في موضوع متعلق بمستقبلكم المهني، أو حتى في علاقاتكم الاجتماعية، ممكن تكون علاقة مؤثرة انتوا بتفكروا فيها في خلال الفترة دي، أو زي ما قلت لكم على الصعيد المهني، ممكن في خلال الفترة دي تحسوا إن الروحانيات عندكم عالية قوي. و أعتقد إنه الروحانيات دي ممكن تكون جايدنس بالنسبة لكم، او ممكن تكون دليل بالنسبة لكم ان انتوا تاخدوا قرارات في بعض الامور اللي انتوا جايز مترددين تاخدوا قرار فيها. اسمعوا للاوعي بتاعكم في خلال الفترة دي، لان هو هيكون دليل ليكوا عشان تاخدوا قرارات ممكن تكون متعلقة بالمستقبل، مستقبل المالي، مستقبل العملي. آم، هيكون دليل كويس بالنسبة لكم في خلال الفترة دي ان انتوا تسمعوا، يعني تحاولوا تفعلوا الحاسة السادسة في القرارات اللي انتوا بتاخدوها. آم، عارفين المثل اللي بيقول استفتي قلبك. استفتوا قلبكم في خلال الفترة دي لانه هيكون جايدنس بالنسبة لكم. توقعوا كمان ان انتوا بالنسبة للاحلام اللي بتجيلكوا في خلال الفترة دي هتلاقوا فيها ردود كتير قوي على بعض التساؤلات اللي انتوا محتاجين تعرفوا ردود عليها. فركزوا كتير مع الاحلام وحاولوا تفتكروها لانها بتتنسى بسرعة. اول ما تصحوا من النوم كده اكتبوها على طول، فاهمين؟ دي فترة كمان هتحسوا ان انتوا قريبين قوي من العلوم الروحية، ومن الكالت ساينس ومن العلوم الدينية، وهتحسوا انها فترة تقارب من ربنا سبحانه وتعالى. بالاضافه لان دي فرصه كويسه قوي بالنسبه لكم للتقارب كمان مع افراد العيله اللي هم قرايب الدرجه الاولى، الاب الام الاخوات. هتحسوا ان البوندنج بينكم وبينهم قوي شويه في خلال الوقت ده. آم، واذا كان في مشاكل ما بينكم وما بين الناس المقربين قوي في خلال الوقت ده، انا بتخيل انها ممكن تكون يكون في حلول يعني. آم، بس انا عايز اعرف رأي التارو ايه في الحظ عندكم في البيت الثامن. Universe, please tell me why the 8th house is the luckiest house for Gemini during this period of time and onward, please. Last shuffle. البيت الثامن كمان اصله بيت عميق قوي. وجود ساترن في البيت العاشر اللي هو بيت الحياة الاجتماعية والسوشيال اكتيفيتيز والكلام ده، ممكن كمان يشير الى ان انتوا في خلال الفترة دي ممكن تكونوا بتحاولوا تبتعدوا شوية عن الحياة الاجتماعية الى حد ما. واذا يعني ممكن تكونوا حاسين ان انتوا افضل لكم في الوقت الحالي ان انتوا to find solitude كده، اللي هو بتحبوا تقعدوا مع نفسكم اكتر خلال الوقت ده. واذا حصل ان انتوا بتخرجوا مع ناس او بتمارسوا حياتكم الاجتماعيه والسوشيال اكتيفيتيز بتاعتكم، ممكن تكونوا بتلاقوا نفسكم ميالين اكتر ان انتوا تخوضوا في مناقشات عميقه، يعني فيها شيء من العمق الفلسفي كده، ما بتحبوش المناقشات السطحيه. مم. بالظبط، استفتي قلبك برج الجوزاء. بصوا اذا كان في موضوع مؤلم بالنسبه لكم في خلال الفتره الحاليه، انتوا مش قادرين تعرفوا اخره ايه، ومش قادرين تبنوا تصور عن الموضوع المؤلم ده هتتعاملوا معاه ازاي، زي ما يكون كده اللي هو ما عندكوش اورينتيشن او ما عندكوش توجه، لسه مش عارفين الموضوع ده هيخلص على ايه او هينتهي على ايه. حظ في البيت الثامن هيساعدكم ان انتوا تتعمقوا اكتر في الموضوع ده وتشوفوه كده من جذوره. اوكي. و... وتتعاملوا معاه بالشكل المناسب. آم،
بالنسبة للبعض دي ممكن تكون بعض الخلافات من شأنها انها ممكن تكون تسبب بريك اب او انفصال ما بينكم وما بين الشريك. آه، اذا كانت دي خلافات قضائية فانا شايف ان الحظ في البيت الثامن هيكون في صالحكم في خلال الفترة دي، القضاء هيكون في صالحكم. اذا كانت دي خلافات ما بينكم وما بين حد عزيز عليكم فانا شايف ان انتوا عندكم القدرة ان انتوا تتعاملوا برضو مع الخلاف ده. آه، اذا كان بعض منكم حتى كمان داخل في شراكات مالية مع حد ومش عارف الشراكات المالية دي هتكون في صالحكم ولا لأ، برضو الحظ في البيت الثامن هيساعدكم في خلال الفترة دي ان انتوا تاخدوا القرار الصح اللي بيتعلق اذا كانت الشراكة دي هتكون في صالحكم دلوقتي ولا لا. بس ادوا نفسكم وقت شوية ان انتوا تدرسوا الموضوع. اوكي، يعني تعمقوا اكتر في الموضوع. الحظ اللي عندكم في البيت الثامن ده هيساعدكم قوي على ان انتوا تاخدوا قرارات مالية صح، على ان انتوا تخرجوا من خلافات ما بينكم وما بين حد ممكن يكون عزيز عليكم، او حتى ان انتوا اذا كنتوا متألمين في خلال الفترة دي على المستوى النفسي وفي بعض المواقف المؤذية اللي ممكن تكون حصلت لكم مش عارفين تتعاملوا معاها ازاي، من خلال ان انتوا تتعمقوا جوه نفسكم اكتر وتستفتوا قلبكم كده زي ما قلت لكم، هتقدروا تبنوا البصيرة من جديد. اذا ما كانش عندكم بصيرة في الوقت الحالي، لا، الحظ في البيت الثامن ده بيقول ان البصيرة عندكم هتكون مفعلة جدا في خلال الفترة دي. اوكي، فالحاجة اللي انتوا كنتوا بتفتقدوها دلوقتي هترجع لكم تاني، دلوقتي هتكون موجودة. ف اللي هو فكرة لا انا اصلا انا مش حاسة، اصلا انا لسه مش عارفة، اصلا انا مش شايفة، لا، هتعرفوا هتحسوا وهتشوفوا. البيت التامن فيه كل الحاجات اللي انتوا لا تتخيلوا قد ايه ممكن تكون روحانية وسبريتشوال كده بس انتوا حاولوا يعني تشوفوا جواكوا اكتر في خلال الفترة دي. ادوا الفرصة دي المديتيشن ده او آم، ان هو يحصل، يعني عارفين. آم، يا اتمنى لكم التوفيق. بشكركم على المشاهدة والمتابعة والتعليقات اللي بتكتبوها في الكومنت سيكشن. اذا حابين قراءة خاصة الايميل بتاعي في الديسكريبشن بوكس. اذا اول مرة تشوف القراءة لو عجبتك بليز لايك شير اند سبسكرايب عشان نوصل الشانل لاكبر عدد ممكن من الناس. في لينك في الديسكريبشن بوكس توصلكم البلاي ليست بتاعت الشانل. اذا حابين في اكتر من 3000 فيديو مودرن ويلكم تتفرجوا عليهم، اتس اول فري. خدوا فكرة عن الناس اللي بتحبوهم، الانرجي بتاعتهم عاملة ازاي عشان تعرفوا تتعاملوا معاهم في المستقبل. مرة تانية بشكركم على المشاهدة والمتابعة والتعليقات. أنا زايمن تارو channel. I love you all and I'll see you when I see you. Ciao.